في نوعيات كده من الرجالة للأسف بيحاولوا ينجحوا وبيعملوا مجهود، وربنا بيبقى واقف معاهم وكل حاجة، لكن للأسف بيعملوا غلطات. المشكلة ان الغلطات دي حرفيا بتبطئ، هي مش بتبطئ، هي بتعدم تطورهم. لكن مش واخدين بالهم ان هم بيضروا نفسهم من ناحية تانية. يعني مش واخد باله مثلا ان هو بيدخل فيتامينز واكل ومعادن وكل حاجة، ومن ناحية تانية لا بيتمرن ولا بينام كويس وبيدخل سكر كتير. يعني هو بيظبط الكلام من ناحية وبيعك الدنيا من ناحية. المشكلة ما بيبقوش عارفين الكلام ده. في حاجات لازم من الجذور تتقطع، يعني في حاجات ما تقبلش الاسم على اتنين انا اعملها قليل، لا، في حاجات ما ينفعش تتعمل اصلا. انا حاولت في الفيديو ده على قد ما اقدر الم لكم الحاجات اللي مفيش فيها تهاون. مفيش حاجة اسمها بقى انا هحاول، لا، انت لازم تبطلهم. ما تستناش النجاح لو انت بتعمل واحدة منهم. هما يبقوا حوالي 5 أو 6 علامات تقريبا أو 7، معرفش هيبقوا كام. تمام. لكن لو في واحدة فيهم ما زلت بتعملها أو بتعملها ببطء، ما تستناش النجاح. الدنيا ما بتكافئش اللي بيتعب بس، لا، اللي بيتعب وبذكاء وبيجي على نفسه، وطبعا وقفة ربنا جنبك هتظبط الكلام ده كله. اول حاجة وهي انك لازم تقطع عادة ان انت بتطارد الستات. بص، كلنا عايزين نتجوز، كلنا، انا والله واحد عايز اخرج مع 500 بنت. تمام. ولو انا حاسس ان خلاص لازم هتجوز، لكن انا عايزك تفهم حاجة، احنا عايشين في دول عربية في الغالب، ومعظم اللي بيتفرج عليها من هنا من مصر. المشكلة بقى في ايه؟ ان الوضع في مصر صعب. طب انت دلوقتي هتخرج مع بنت، ده على اساس ان هي حبيتك وانت حبيتها والدنيا جميلة. مش هقولك ان انت بتجري وراهم وهم بيكرفولك، لان ده حوار تاني. تمام. مش على الاقل هتعزمها على حاجة؟ هتضيع يا عم ساعة في اليوم؟ هتخرج معاه مرة في الأسبوع؟ أنا مش هتكلم معاك في حرام والكلام ده كله، ولا إن هي ممكن تكرف لك وتسيبك وإن ده مضيعة وقت. مش في فلوس بتتصرف؟ طب هل أنت معاك الرفاهية دي؟ هل أنت شقتك جاهزة؟ معاك إن أنت تدفع مهر؟ مثلا جاهز لأن الشغل بتاعك لو لا قدر الله انفصلت منه، انفصلت إيه؟ لو أنت يعني اتطردت منه، أنا آسف في الكلمة، هي لازم تتقال كده، طردوك، هل أنت جاهز بشغل تاني؟ طب هل لو انت قعدت 6 شهور، 3 شهور، 4 شهور، منين ما ربنا يكرمك تلاقي شغل غيره، هل ال3 4 شهور دول انت معاك فلوس تسند بيهم نفسك؟ طب هل لو انت متجوز بقى وبتعمل ده، لان ده حوار تاني، هل انت معاك فلوس لعيالك؟ اسأل نفسك. صدقني الحاجات دي ما هي الا ترفيه عقلي، وكده كده هتضرك بعدين، وكده كده حرام. ومش هقولك ترضاها على اختك والكلام ده، انا بحطك قدام ارض الواقع وبفرجك ايه اللي بيحصل وانت بتعمل ايه في نفسك. حاول تبني مستقبلك الاول وبعد كده تشرط. اه يا عم انا عايز اتجوز واحدة حلوة، بيضة، طولها مش عارف ايه، بتروح جيم، من عيلة كذا، وتكون مثلا ملهاش ماضي او ايا كان. ده يبقى حقك لان انت معاك فلوس، معاك شخصية، احترمت نفسك. وفوق ده كله انت لما بتعمل كده ربنا بيرضى عنك، ما تنساش الحتة دي. انما اي حاجة غير كده هتكون بتضيع وقتك ومجهود، وصدقني الحاجات دي بتشتت. والله العظيم يعني ناس كتيرة بتعمل كده، واعتقد لو انت بتتفرج عليا وعملت كده، انت بعد سنة سنتين تلاتة ممكن تقول لي انت استفدت ايه من خروجاتك مع بنت والكلام ده. فعليا والله ما في حاجة. الحاجة التانية وهي بطل مماطلة. ما تقعدش يعني، خلي عندك كلمة. لو الحاجة انت هتعملها اعملها، مش هتعملها ما تقولش انا هعمل كده بكرة، لانك لما بتقول انا هعمل ده بعدين، صدقني لما بتيجي بعدين وتلاقي نفسك ما عملتش الحاجة دي انت اللي بتزعل. في نصيحة كده انا سمعتها من حد، اللي انت النهاردة بتأجله لبكرة هيجي بكرة ويغلبك وهيندمك، وانا ليه ما عملتش، واصله طب وليه؟ خلاص ما تقولش. هضحك عليك؟ ما تضحكش على نفسك. مفيش راجل يقول انا هعمل كده وما يعملش. طبعا ده بيحصل بس تكون حاجة من اصل 5، هنا اشفع لك فيها. انما اكتر من كده انت كده يعني في عقلية التسويف. صدقني انت عمرك ما هتنجح في حياتك لو معاك العقلية دي. اصل بص، لو انت دلوقتي عايز تنزل جيم بكرة، وقلت بكرة، وجيت بكرة قلت بعده، هتنزل امتى؟ بجد لما يجيلك لا قدر الله مرض؟ انت ممكن لما يجيلك مرض ما تنزلش برضه. كفايه ان بينك وبين نفسك ما بتحسش انك راجل. دي اقل كلمه، انا عارف ان الكلمه دي ممكن تزعلك، بس لازم تبقى فاهم الحقيقه. لازم تفهم ان عقلك اللاواعي عارف الكلام ده. انت لما بتقول انا هعمل كذا وما اعملش، بتفقد احترامك لنفسك. بتقف قصاد المرايه، طب انا ليه قلت كده؟ خلاص يبقى ما تقولش.
ما اقدرش اقول لك اكتر من كده. لو الحاجه انت مش حاسس انك هتعملها ما تقولهاش. طبعا ده انا بقول لك بينك وبين نفسك، انما لو بتقول كلام لناس وما بتعملوش فده حوار تاني. الحاجه التالتة وهي انك تبطل العقليه السلبيه اللي بتتوقع الفشل. بلاش نكد يا اسطى بالله عليك. المشكله ان انت لو عملت كده مع نفسك فانت في الغالب ايه الاكيد انك بتعمل كده مع غيرك. والله ما حد بيحترمك. البنت اللي انت نفسك فيها، المدير اللي انت نفسك تقرب منه ويرقيك ويقول اه ده احمد مصطفى، ده محمد، ده خالد، ده كذا، اه ده يجي منه، انا بدل ما هو كان مشرف انا هخليه كذا، انا هزود له مرتبه عشان يتحفز وكده. اقسم بالله ما هيفكر ان هو يعني حرفيا يعتمد عليك في حاجة. هيستغلك بس. انما يعتمد عليك في انه مثلا يرقيك بحيث ان انت تفيده وهو يفيدك، انسى. في ناس مثلا ممكن يكونوا صحابك، اه انا عايز واحد اتوقع ان هو في المستقبل يبقى حاجة، ابدأ معاه مثلا ايه مشروع او اعينه في حاجة. في الحالة دي انت لو شخص بتدعي الفشل او بتشك في كده، الناس بتشم ده فيك. في الحالة دي هو مش هياخدك، انت بتضيع فرص كتيرة عنك. والمشكلة لما بتتعامل مع بنت، البنت بتشم الحاجات دي، وابوك وامك مش هيحترموك يا اسطى. ده غير ان انت اصلا جسمك وعقلك بيتعاملوا مع المنطق ده، ايه ده انا حاسس ان انا هفشل، خلاص مبروك عليك يا معلم انت فشلت. انا اعرف ناس كان عندهم امكانيات مش افضل حاجة لكن ما استسلموش، قالوا والله العظيم ما بقول لك ايه، يا انا يا الدنيا، اقسم بالله وصلوا. والله ما تعرف وصلوا ازاي. وفي ناس كنت اتوقع ان هم فعلا يوصلوا لحاجة وكنت اتمنى، لكن والله زي ما هم قاعدين على القهاوي ما بيعملوش حاجة. ليه يا احمد ومصطفى؟ ما فيش شغل، البنات خدت الشغل بتاعنا، يا عم انا لو نزلت ممكن اخسر فلوسي، انا خايف هو مفيش مشكلة ان انت تبقى حريص وتقدر قيمة نفسك، لكن تحرص تاخد بالك الكلام اللي بيطلع من بقك، الافكار اللي في دماغك، عقلك بيتطبع بيها. عقلك اللاواعي، مش عايز اقول غبي، ما يعرفش هو انت بتتكلم بجد ولا لا، فهيتصرف بناء على الحاجة دي. الحاجة الرابعة انك تبطل كسل. هنا بقى ماليش علاقة بالرقم 2 تقريبا اللي انا قلت لك تبطل تسويف، لا انت بطل كسل. في ناس بتعمل الحاجة بس كسولة، يروح يتمرن، يا عم انا مكسل، ايه ده انا ورايا تمرين الساعة 4 اروح الساعة 5. انت هنا مش بتأجل، انت هنا مكسل بس شوية. ايه ده طب انا ورايا حاجه، ايه ده انا هخلص نصها النهارده وبكره النص التاني، اصلا انا مكسل. بلاش الحاجات دي، الدنيا ما بتكافئش النوايا. كلنا عندنا نيه صافيه، كلنا نفسنا ربنا يكرمنا، كلنا بنتمنى، كلنا يا رب كرمنا، كلنا نفسنا ربنا، كلنا والله. لكن مين اللي بيشتغل، مين اللي بيتعب في الوقت اللي انت حرفيا قاعد نايم فيه على السرير، بدل ما تقوم تكمل مذاكرتك، بدل ما تقوم تكمل شغلك، بدل ما تقوم تكمل الكورس اللي وراك، بدل ما تقوم تعمل اي حاجة. هي بيجي اوقات الواحد بيفصل، ده طبيعي. انا بيجي عليا اوقات والله العظيم اجي امنتج فيديو مثلا، امنتج نصه وانام واكمل بكرة، بس دي تبقى مرة. انما مش كل فيديو امنتجه على 3 4 ايام والشغل ما انا مش هنزل. ليه؟ لان انا بحب حوار الفيديوهات وبحب انزل معلومات وده بيفيدني انا قدام وهكذا. فاذا يبقى مفيش مجال للكسل. نفس الكلام على الشغل، نفس الكلام على التمرين، نفس الكلام على الاكل. لكن انت لو بتكسل كتير، بتأجل، مش بتأجل، بتقسم الحاجة على مرتين. لو هي حاجة كبيرة ماشي، انما لو انت بتكسل في غيرك هيستغل المرحلة دي. انت ممكن تبقى احق بالشغلانة دي لمجرد انك كسول ما خدتهاش، جه واحد تاني بص لقطها منك حتى لو امكانياته اقل منك. وده بنشوفه بعينينا، في ناس حرفيا امكانياتها نص نص وربنا بيكرمهم. في الحقيقة ربنا ما بيكرمهمش عشان حاجة، هم ربنا بيكرمهم عشان هم ضغطوا على نفسهم، ما كسلوش، جابوا اخرهم، جابوا الماكس بتاعهم. فلازم تبقى فاهم الحاجات دي. بلاش كسل وبلاش تقطع الحاجات، لو الحاجة كبيرة ماشي، وتبقى فاهم في المعقول. وانت اكتر واحد بتبقى عارف الحاجة دي تنفع تمشي مرة واحدة ولا على جزئين، وكل قد ايه، والحوار ده بتعمله مثلا كم مرة. هو ده اللي هيحدد اذا كنت انت كسول ولا لا. الحاجة الخامسة وهي انك تقطع الرذائل بتاعتك. الادمان، اي حاجة اباحية، اكل جانك فود، سكر، ممكن تستبدل شوية مثلا، ماشي. السكر سكر ستيفيا، البيبسي بيبسي دايت، اكسترا فيز، الحاجات دي تمام. انما
اصل هقلل، اصل مش عارف ايه، اصل مش قادر، اصل مفيش راجل قيمته عالية عايز ينجح مش عارف يتحكم في الحاجات دي. انت مش عارف تتحكم في نفسك، هتتحكم في غيرك ازاي؟ هتتحكم في الشغل ازاي؟ الدنيا عايزة واحد متمرد، عايزة واحد مش همه، عايزة واحد يانا ينت النهاردة. انت مش قادر تتحكم في نفسك، صباح الفل هتتحكم في الشغل؟ انت دلوقتي عندك مدير هيشغل دماغه عليك، انت مش قادر تتحكم في نفسك، هتتحكم فيه؟ هتقدر تمنعه ان هو يتحكم فيك؟ اذا كان غرايزك نفسها بتتحكم فيك. انا مش عايز اقول لك ده شبه ايه، تمام؟ انا بتكلم على اي ادمان بكل ما تعني الكلمه. ودي حتى ادمان التيك توك، حتى ادمان الهلس، ادمان الهزار، ادمان النوم، ايا كان، لو عندك مشكله لازم تعالجها. الادمان ده كارثه، الادمان ده مشكله، لان الموضوع ده الله اعلم هو جاي لك في ايه. ممكن يبقى جاي لك في اكل، ممكن في افلام اباحيه، ممكن في هزار، ممكن في قله قيمه، ممكن في ان انت مثلا بتعمل عادات كتيره غلط. ايا كان الحاجه دي ايه، المهم ان هي ادمان وحاجه مضره. فلازم تفهم ان انت لو ما اتحكمتش في نفسك، الحياه والدنيا والناس والبنات والله ومراتك وابوك وامك هم اللي هيتحكموا فيك. انت بقى اللي تحدد، هتتحكم في نفسك ودي، مش هتتحكم في نفسك انت اللي هترجع تزعل. الحاجة السادسة ودي هتبقى الأخيرة تقريبا، وهي إنك ما ترتاحش، ما تحاولش ترضي ذاتك. ارضي ذاتك بالنجاح فقط وبقربك لربنا، لأن الراحة دي حرفيا المقبرة بتاعت الإمكانيات بتاعت الطموح. لو انت بطلت تنمو، بطلت ان انت تتطور، انت خلاص يا اسطى حياتك انتهت. روح شوف لك تربة وتدفن فيها أفضل. فعليا انت خلاص لو فكرت ان انت ما تتطورش، لو انت كل يوم ما بتتطورش عن اليوم اللي قبله في اي حاجة. لو انا مثلا متعود، خلينا نفترض بتمرن بقالي مثلا 6 شهور، اتمرنت النهاردة بقالي 6 شهور ويوم. مظبط اكل بقالي مثلا اسبوعين، النهاردة بقالي 15 يوم، وهكذا. ده تطور برضو عادي. انا مش معنى كده ان انا بقولك روح الجيم اكسر وزن، ظبط اكل اكتر من المره اللي فاتت، اتعلم معلومه جديده، لا مش ده اللي انا اقصده. الاستمراريه في حد ذاتها ده تطور، لان انت لو ما بتتطورش ففي الغالب المتعه هي اللي متحكمه فيك، ايا كان المتعه دي ايه. لان انت واحد بتدور على الراحه، الراحه دي مش للرجاله. مفيش راجل بيبقى عايز يرتاح يا اسطى، الستات بس يا اسطى. انت ست، اي مشكله مثلا مع مراتك، مثلا لما تحصل لك في البيت، مراتك اللي هتقوم مثلا تحلها؟ انت اللي لازم تحلها، انت اللي لازم تبقى عليك ضغوطات. وخلي بالك الضغط هو اللي بيخليك تتطور، هو اللي بيجبرك غصب عنك تتطور، وده مش بمزاجك. ودي حاجة حلوة على فكرة. وفي اخر الفيديو عايز اقولك ان الراجل مفيش متعة بتتحكم فيه، مفيش واحدة ست بتتحكم فيه، مفيش ظروف بتتحكم فيه، مفيش شهوات بتتحكم فيه، ايا كان نوع الشهوات دي، مليون شهوة عادي، تمام؟ لازم انت اللي تتحكم في نفسك. لما تتحكم في نفسك او في ذاتك زي ما احنا بنقول، هتعرف تتحكم في الناس كلها بسهولة. سهل جدا ان انت تتحكم في حد، لكن صعب تتحكم في نفسك. وعموما الموضوع مش صعب زي ما انتم متخيلين، هو الموضوع بس عايز منك شوية التزام وشوية رجولة، وان انت ايه تيجي على نفسك. انت معتقد ان ده صعب، هو صعب بس عشان انت لسه بتبنيه. وانا عارف ان الظروف في مصر مش افضل حاجة، في حاجات كتيرة مشاكل ودروبات وحوارات بتدخلنا في متاهات هي اللي بتخليك مش مركز. لكن حاول على قد ما تقدر تتلاشاها وتركز في حياتك. لما تتحكم في نفسك صدقني كل حاجة هتسهل تحت ايدك. من مثلا من ان انت تعرف تختار واحدة كويسة تصونك، ابوك وامك يحترموك، الناس تحترمك، مادياتك الدنيا تظبط معاك، شخصيتك طبعا هتبقى افضل، جيناتك، ما هو انت لما تتحكم في اكلك وفي نومك والحاجات دي صحتك بالتبعية هتبقى افضل، الامراض طبعا هتقاومها بشكل افضل. صدقني حياتك هتتغير. لكن لو فضلت ان الناس او الشهوات او ايا كان الحاجة هي اللي بتتحكم فيك، انت اللي هتزعل.